انا قدمت صيدله، بس انا خايفه من الكيمياء وما كنتش اصلا بحب الكيمياء في ثانويه عامه. انا شخصيا ما كنتش بحب الكيمياء في ثانويه عامه، وما زلت ما بحبش الكيمياء في ثانويه عامه. وحاليا انا رايحه رابعه صيدله. الكيمياء في الجامعه غير الكيمياء اللي احنا اخدناها في ثانوي. الكيمياء في الجامعه بتبقى اكتر من منظور عملي. يعني بيبقى معظمها في السكاشن بتجيلك هقولك مش هتفهمين. بتجيلك الخطوات، تمام، وحطي كذا على كذا وكذا على كذا وانت بتعملي. هنا بنقيس ايه؟ بنقيس شغلك، بنقيس ايدك في الوزن، في انك مش عارفه ايا يكن. الموضوع بيبقى عملي جدا، ما فيهوش نظري كتير زي ثانوي. كل ثانوي اللي انت اخدتيه بقى اول محاضره صدمه، صح؟ اول محاضره. بعد كده بيتطرق لحاجات تانية، فاهمه؟ بس حبك للكيمياء او كرهك ليها ده مش هيأثر على اي حاجه، لاني في صيدله الموضوع اكتر عملي. فانت بتجيلك خطوات وبتشتغلي عليها. فانت لو مش بتحب الكيمياء، وانا ما بحبش الكيمياء، بس شغالي يعني الدنيا سالكه عادي، لا ده مش عائق يخليكي ان انت ما تمشيش فيها. لا الدنيا حلوه والله.